السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البسيمة. عملنا قبل كده حلويات المولد مع بعض، عملنا الأقراص البيضة بكل انواعها، وعملنا حلاوة المولد اللي هي الحمصية والفولية والسمسمية، وعملنا الملبن الأحمر والملبن الأبيض من مكسرات وعين الجمل، وعملنا النجب السوداني والشكلمة والقشطة. وإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية بسيمة، بس إيه، حاجة كده آخر جمال. حابة بقى تعمليها بالمكسرات كده زي ما احنا عملنا، زي ما انتي حابة. مش حابة تحطي على مكسرات خالص، برضه زي ما انتي حابة. يعني الاتنين هينفعوا. أهم حاجة إن هي هتطلع معاكي مظبوطة إن شاء الله، لأن المقادير بالجرامات وبالكوباية، وفي نفس الوقت تطلع معاكي مكرمله بالطريقه دي. انا عارفه طبعا انتوا عندكم عقده ان البسيمه مش بتطلع معاكم مكرمله بالشكل ده. انا هقول لكم ازاي تسووها التسويه المظبوطه وتطلع معاكم مكرمله من غير ما تكرملوا السكر. شايفين بقى طريه كده وشاربه الشربات بتاعها كله، يعني حاجه كده مش عايزه كلام. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. ودلوقتي بقى معانا اول حاجة في المقادير، معانا كده 5 كوبايات من جوز الهند. بسيمة يعني جوز هند يا جماعة. وزن جوز الهند الموجود في ال5 كوبايات وزنه كده 400 جرام. يبقى كده احنا هنستخدم 400 جرام من جوز الهند اللي هم 5 كوبايات. وممكن تستخدمي جوز الهند الناعم او الوسط كده زي ما احنا مستخدمين. انا مستخدمه جوز هند وسط اللي هو اسمه رزة، وهم بيسموه كده في المحلات يا جماعه علشان بيبقى شبه حبايات الرز. دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف كده 3 معالق كبار ونص من السميد. ده سميد البسبوسه العادي اللي احنا بنعمل منه البسبوسه، او دي السيمولينا زي ما بيقولوا كده في الدول العربيه. هنحط كده 3 معالق كبار ونص من معالق الاكل العاديه اللي هي الكبيره. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده نص معلقه صغيره من الفانيليا. ودي كده كوبايه الا ربع من الدقيق او الطحين اللي هم 80 جرام، وتعبيهم بعد النخل، لان وزن الدقيق يا جماعه بيختلف من قبل النخل وبعد النخل. يعني هتنخلي الدقيق الاول وبعد كده تعبيه بالمعلقه، لا تهز الكوبايه ولا تضغطيها بالدقيق. وزن الدقيق اللي موجود في الكوبايه وزنه كده 80 جرام. يبقى احنا كده حطينا 400 جرام من جوز الهند اللي هم 5 كوبايات، وحطينا 3 معالق كبار ونص كبار من السميد بتاع البسبوسه اللي هم 40 جرام. بعد كده حطيت نص معلقه صغيره من الفانيليا، وبعد كده حطينا كوبايه الا ربع من الدقيق اللي هي 80 جرام. وبعد ما قلبنا المواد الجافه هنركنها على جنب، وتعالوا بقى نشوف المواد السايله. معانا كده نص كوبايه من السكر، ده سكر عادي خشن عادي يا جماعه. ودي كده نص كوبايه من الحليب. وزن السكر الموجود في الكوبايه وزنه 100 جرام، ووزن الحليب 100 جرام برضو. بعد كده بقى هضيف نص كوبايه من السمنه اللي هم 80 جرام، يعني وزن السمنه 80 جرام يا جماعه. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا ضايفه المكونات كلها كده في حله علشان هرفعها على النار. قبل ما ارفع الحله على النار هنضيف كمان ايه؟ هنضيف كده تلت كوبايه من عسل الجلوكوز. تلت كوبايه يعني كده ايه، نص كوبايه ناقصه معلقه. يعني دول كده حوالي 3 معالق كبار ونص من عسل الجلوكوز. ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تستخدمي عسل النحل الابيض. ما فيش عسل نحل ابيض، هتحطي كده تلت كوبايه من الشربات التقيل. هتحطي نص كوبايه سكر على النار على نص كوبايه ميه، وتعصري عصره من الليمون، وتسيبيهم يغلوا على النار لغايه لما الشربات كده يتقل معاكي، وتاخدي كده منهم نص كوبايه ناقصه كده معلقه كبيره وتحطيهم على الخليط. دلوقتي بقى انا حطيت الخليط في حله علشان ارفعه على النار، وهقلب فيه تقليب مستمر كده لغايه لما كله يفك معايا. طبعا انا مش عايزه الخليط ده يغلي، انا كل اللي انا عايزاه ان كله يفك مع بعضه. عسل الجلوكوز يفك كده مع الحليب والسكر، وفي نفس الوقت برضو حبيبات السكر تدوب معايا. يعني اوعي تخلي الخليط ده يغلي، مجرد بس كده كله يفك مع بعضه والسكر يدوب هتروحي شايلاه من على النار على طول. شايفين بقى دلوقتي الخليط كله فك معايا كده زي ما انتم شايفين، والسكر داب. لو جيت لمست الخليط هلاقي السكر داب. دلوقتي بقى هسيب الخليط ده يهدى كده شويه، مش هحطه سخن. يعني اول ما يهدى كده ويبقى دافي هبتدي بقى انزل بيه كده على المكونات الجافه. هبتدي بقى اقلب كل ده مع بعضه كده لغايه لما الخليط كله يتجانس مع بعضه. طبعا القوام بتاع البسيمه يا جماعه مش بيبقى عجينه، بيبقى عجينه كده مفروله، بس لو جيتي جمعتيها بايديكي كده وضغطت عليها بتجمع معاكي عجينه. طبعا انا عملت معاكم البسيمه قبل كده على القناه، بس كان جوز الهند فيها اقل من كده. انت لو حابه تتفرجي على الطريقه وتعملي الطريقه بتاعت السنه اللي فاتت زي ما انت حابه، اكتبي بسيمه وجنبها اسمي وابحثي. القناه دي موجوده على اليوتيوب، وفي لينك تحت في صندوق الوصف مكتوب عليه حلويات المولد. لو انت حابه تضغطي عليه هتخشي على كل حلويات المولد الموجوده على القناه، او تكتبي اسم الحاجه اللي انت حباها وجنبها اسمي وتبحثي.
ودلوقتي بعد ما لميت كل المكونات كده مع بعضيها، شايفين العجينه مفروله، بس لو جيت مسكت حبه كده بايديا وضغطت عليهم بيتجمعوا معايا، انما لو جيت فكيتهم بتفرفطوا مني. هو ده قوام البسيمه المظبوط. دلوقتي بقى هجيب صينيه مقاس 28 وهدهنها كده بمعلقه كبيره من السمنه. اهم حاجه تدهنيها كده من كل الجوانب ومن كل حته. بعد كده بقى هجيب البسيمه كده على طول وهبتدي انزل بقى في الصينيه. حاولي بس توزعها صح كده علشان تبقى كلها سمك واحد. شايفين هي متفرفطه، وفي نفس الوقت برضو كده لو جمعتها بايديا بتجمع معايا. هبتدي بقى اوزعها كده في الصينيه علشان الصينيه كلها تبقى سمك واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. واول ما بحس ان هي اتوزعت كويس كده ببتدي بقى اضغط عليها كده بكف ايديا. ويا ريت وانت بتضغطي عليها في المرحله دي يا اما تكوني لابسه جلافز كده في ايديكي، يا اما تكوني لابسه كيس بلاستيك، وده علشان العجينه ما تلزقش في ايديكي وتضايقك، وفي نفس الوقت تفرديها بمنتهى السهوله كده زي ما انت شايفه. انا دلوقتي بقى فردت العجينه كده زي ما انتم شايفين وسويتها وضغطتها كويس جدا في الصينيه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى المكسرات. انتوا في المرحله دي حابين تحطوا مكسرات زي ما انتوا حابين، مش حابين دخلوا الصينيه كده زي ما هي، هتطلع معاكم زي الفل. انا دلوقتي كده حطيت شويه من المكسرات، شويه كده من البندق على شويه من السوداني وشويه كده من اللوز، كسرتهم كده زي ما انتوا شايفين بشكل كبير. وبعد كده هوزعهم على الصينيه. وزي ما قلت لك كده مش حابه تحطي حاجه خالص زي ما انت حابه، وممكن تحطي سوداني بس. بالنسبه للمكسرات يا جماعه مش شرط تحطيها مستويه، تقدري تحطها نيه عادي، بس لو هتحطي سوداني حطيه مستوي او نص سوا. انما المكسرات التانية اللي هي زي الفستق كده والبندق حطيها نيه عادي، لان دي بتستوي من اقل نار. شايفين بقى انا وزعت المكسرات كده على الصينيه وضغطت عليها علشان اغرزها كده جوه العجينه وما تقعش منها بعد التسويه. شايفين بحرك الصينيه يمين وشمال، كل حاجه ثابته معايا. دلوقتي بقى هكون مسخنه الفرن قبلها كده ب10 دقايق على درجه حراره 180، وادخل الصينيه في الرف الوسطاني. وعلشان تستوي كويس كده وتكرمل معاكي كده من النص، شغلي عليها من تحت بس، وهي لما تستوي كده من تحت وفوق هتلاقيها كرملت لوحدها كده من جوه. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هنحضر الشربات اللي هنسقي بيه البسبوسه. هنجيب كده كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه، وهغطي الشربات وارفعه على النار. واول ما الشربات يغلي كده والسكر يدوب هروح بقى عصره من الليمون. وبعد كده بقى هسيبه يغلي كده حوالي 7 دقايق وهطفي عليه. انا عايزه شربات خفيف زي بتاع البسبوسه بالظبط. بالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي ما يعرفوش انا بغطي الشربات ليه، انا بغطي الشربات علشان ما يسكرش معايا، علشان التغطيه دي بتغسل لي اي رذاذ سكر موجود على جدران الحله، فبالتالي عمر الشربات ما هيسكر معاكي. اول ما صينيه البسيمه بتطلع من الفرن بسقيها كده بالشربات السخن، وهي بتبقى طالعه سخنه كده مولعه نار. وانتي بتسقي البسيمه هتلاقي البسيمه شربت الشربات لغايه نصه، وبعد كده بقى بتفضي الكميه الباقيه فوق البسيمه وتغطي عليها كده وتسيبها تشرب براحتها طول ما الصينيه سخنه، ما تكشفيش عليها. اول ما الصينيه تبرد لو باقي شويه شربات كده على الوش بساط ممكن تفضيهم، او يعني تصفيهم من على وش الصينيه. انا صفيت كده حوالي 3 4 معالق كده من على وش الصينيه بعد ما بردت معايا. شايفين هبتدي بقى اغطيها دلوقتي علشان بقى ايه جوز الهند يشرب كده براحته وفي نفس الوقت ينفش معانا. وده كان شكل البسيمه يا جماعه بعد ما بردت معانا. ما شاء الله احلى بسيمه هتاكلها في حياتك. جربيها بالطريقه دي والمقادير دي وباذن الله هتطلع معاكي مظبوطه. حابين تشوفوا طريقه السنه اللي فاتت وتجربوها زي ما انتوا حابين، سواء الطريقه دي او ديكهي، الطريقتين ما شاء الله ناجحين ومش فيهم كلام. والمقادير برضو بتاع الديكهي بالجرامات وبالكوبايه. شايفين البسيمه عامله ازاي؟ ما شاء الله احلى بسيمه هتجربيها، كانك بتاكلي لذيذه بالظبط. شايفين بقى ما شاء الله طريه كده وجميله وشاربه الشربات بتاعها كله كويس جدا ومكرمله من جوه مش فيها ولا غلطه. شغلي من تحت بس علشان تاخدي اللون الجميل ده، وسيبها تستوي كده من فوق ومن تحت كده مره واحده من غير ما تشغلي الشوايه. اوعوا بقى تنسوا تكتبوا لي تعليق كده حلو منكم علشان تعليقاتكم بتفرحني جدا جدا. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. الفيديو جميل يا جماعه ويستاهل لايك. واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه، بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.